السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خياتي وحباباتي، إن شاء الله دايما معافيات وسعيدات ومهنيات. اليوم عندنا طبق السلق بالدجاج والزيتون والقزبر، الله الله. الطبق هذا ما فيه والو تاع تحضير، برك نسكرفد كل حاجة رقيقة. نسكرفدو البصل، نكسرو شوية، ونسكرفدو ثاني الثوم ثاني نكسرو شوية. كما راكم تشوفوني نسكرفج في الجهة الكبيرة تاع السكرفاج، أما بالنسبة للثوم فنسكرفجهم في الجهة الصغيرة. نخلط كلش مع بعض، نشرح ندير كل حاجة على حدة. إذا نسكرفج الثوم دفعة واحدة كامل، تقريبا راس كامل تاع ثوم. أما بالنسبة للبصل درت 3 حبات صغار. إلا كان عندكم البصل الكبير ديروا حبة كبيرة كومبلي. بالنسبة للمواد الأخرى عندي هنايا الطماطم المصبرة، أنا كي نشري بواطة وريت لكم كيفاش نديرها في يوم من الأيام. جبت قطعة من المجمد. وبالنسبة للتوابل عندي فلفل عكري، فلفل كحل، كمون، نكسروا شوية الكمون خاطر يتماشى مليح مع السلق، وكركم وملح. هذو هما التوابل تاوعنا. نحطو ما نكثروش الزيت في القدرة باش ما تجيناش ميدومة وتجينا فيها شوية تاع مرقة ماشي حاجة. نحطو هذاك البصل والتوابل وكمان نقليوه مليح فوق النار حتى يتجمر لنا مليح مليح، باش نحطو الدجاج المفروم. هنا القدرة تاعي راهي تتقلى، وهذا الدجاج مفروم ما تجيبوش بزاف، غير تقدروا حتى حق 15 ألف تاع دجاج مفروم ديروا به قدرة قوجة منها تاع السلق. انا درت 3 ربطات تاع سلق. جبت حق 20 ألف تاع دجاج مفروم. كي تقلات لي هذيك الدرسة اني حطيت الدجاج المفروم، ثاني نزيد نقليه حتى يتزربع، ما يبقاش هكا كتلة واحدة. نبدا نحط في السلق بالعقل، نخلط مليح هذاك الدجاج حتى يولي مزربع، الحبيبات تاعو تولي مزربعة. نبدا نحط في السلق انا ماشي حتى نقطعوه باش نغسلوه، انما نغسلوه ورق ورق، خاطر كي نقطعوه ونغسلوه انا رايحين نفقدوا بزاف العناصر تاوعو. نمرق شويه، وانا ما نديرش هذوك اللي تيجي الاغصان، ندير غير الاوراق تاع السلق، الاوراق الخضراء فقط. ما نحبش انا هذوك الاغصان في الحقيقه، خاصه هذا اللي يكون كبير لابلات هذه. اما بالنسبه لهذاك السلق البري هذاك ندير كلش، خاطر علاه كل حاجه تجي طريه. الاغصان تاوعو يجوا طريين مش كيما هذا الاغصان تاوعو يجوا عاصيين. زدت السلق، كي نشوفو ذبال شويه نحط الزيتون. هذا انا درت الزيتون ايفيلي اللي مقطع. بالنسبه للحشيش انا درت القزبر يتماشى مليح مع السلق. وقد ما كثرتو انا درت هنايا قلت لكم 3 ربطات تاع سلق، انا درت معاه 2 ربطات تاع قزبر. شوفوا هنايا ما شاء الله عليه راهي شهي. هذاك القزبر درت النص، من بعد زدت النص الاخر اللي بقالي. والطبق تاعنا تاع السلق راه واجد، انا خليته نشف كل واحد واش يحب، مع شويه تاع هريسه. واش نقول لكم يعني طبق ولا اروع. صح رانا في السخانه، ولكن طاحت واحد شتيوه هكا صغيره الاسبوع الماضي، ناض السلق ورانا نلقاوه في الاسواق. عنده فوائد كثيره جدا. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوش ديروا لي جيم والسلام.